هذه قصة ديال أب رفض يتخلى على حق بنته وضحى ب30 عام من حياته باش يبقى تابع المجرم في أوروبا كاملة. كيبدا الفيلم ديالنا في 1974 وبالضبط في المغرب، مع عائلة فرنسية مكونة من الأب والأم وولد وبنت كيكونوا ساكنين في المغرب بسبب الخدمة ديال الأب أندري. بنتهم كالينكا كتصاحب مع واحد البنت واللي كتكون بنت طبيب ألماني سميتو دانيال، اللي كيكونوا جاو يديروا السياحة في المغرب. كيتعرفوا العائلات على بعضياتهم وكيتصاحبوا، خصوصا ان دانيال كيكون كاري دار حدا العائله. كيديروا العائله ديال دانيال قصيده وبنتهم كالينكا كتصاب بزاف وكيديوها للسبيطار. هنا الطبيب دانيال كيبقى واقف معاهم وكيعاونهم بزاف، واندري كيشوف ان دانيال عيق بزاف وما كيفهمش علاش كيتعامل معاهم مزيان. قبل ما يسالي الصيف وتسالي الرحله ديال دانيال في المغرب، اندري كيحصل مراته جوليا كتخونو مع دانيال، وفاش كيواجهها بهذا الشيء كتقول له انها غلطات وكتطلب منه السماحه. اندري كيسامحها وكيقول لها خاصنا نرجعوا لفرنسا دابا وما يمكنش نبقاو هنا حداه. وهما راجعين كيوصل عليها دانيال وكيقول لها ما تخلينيش، كتقول له باللي اندري عاقبينا وما يمكنش انا نسمح في ولادي. كدوز الايام هما في فرنسا، جوليا كتقول لهم باللي راها لقات خدمه بصالير طالع بزاف، ولكن المشكله هو المدينه اللي غتخدم فيها بعيده بزاف وباللي غادي تخدم غير شهر واحد وترجع. اندري بعد ما كتقنعو كيوافق انها تمشي وكيبان انه ما مرتاحش. كتجمع مراته حوايجها في الطوموبيل وكتشد الطريق، ولكن اندري كيشك فيها وكيقرر يتبعها، وكيكون عنده الحق حيت جوليا كتمشي تلاقى مع الطبيب دانيال. كيدعيها اندري وكيطلقوا، والمحكمه كتعطيه الافضليه باش يخلي عنده الولاد. ومن بعد سنين وبالضبط في 1982 كنشوفوا اندري هو وولادو بعد ما كبروا كيبان لنا انه كيبغيهم بزاف. كيودع اندري ولادو في المطار باش يمشيو يدوزوا العطله ديال الصيف مع امهم في المانيا، واللي كتكون تزوجات بدانيال. كدوز الايام هو فرحان مع صاحبته في المغرب، كيجي اتصال مفاجئ مع طليقته، وهنا كتقول له الجمله اللي غتقلب حياته كامله: كالينكا ماتت. كيفاش وعلاش اندري ما كيعرفش الجواب وكينهار في الارض. مباشره كيمشي لالمانيا باش يودع بنته، وكيسول دانيال على شنو وقع بالضبط. كيقول له دخلت نفيقها في الصباح ولكن لقيتها ميته وخضرت لها الشوكه ديال الانعاش كان اللي فات. اندري كيستغرب كيفاش بنت صغيره في عمرها 14 عام تموت بهذه السهوله وهي ما كانت كتعاني من حتى مرض. دانيال قال باللي ممكن تكون الحادثه اللي وقعت شحال هادي عاد بانت الاثار ديالها. كتسالي اجراءات ديال الدفن، كتدفن كالينكا، ولكن اندري قلبه مازال كيتقطع على بنته وما عرفش علاش ماتت اصلا. من بعد ايام كيخرج تقرير ديال تشريح الجثه، كيكون مكتوب فيه: اثناء فحص الجثه تبين وجود بقعه زرقاء في يد الجثه اليسار ناتج عن ابره حقن. ولكن الشيء اللي كيصدم اكثر في الكماله ديال التقرير هو وتبين ايضا من خلال فحص المهبل وجود تمزقات مع دم وماده بيضاء لزجه. ورغم كل هذه المعطيات لم يتمكن فريقنا من معرفه الاسباب المؤديه للوفاه. اندري كيتصدم وكيقدرش يستوعب اللي سمع، وكيمشي مباشره عند الطبيب يستشار معاه. الطبيب ما كيفهم والو، كيقول ليه كيفاش التقرير فيه اثار اعتداء جنسي واضحه ولكن ما حققوش فيه، وكينصحوا باش ما يسمحش في حق بنته. اندري كيبقى فيه الحال بزاف وكيشوف باللي بنته ظلمات وخاص ياخذ ليها حقها. كيمشي اندري لالمانيا وكيقول لطليقته ان التقرير فيه كالينكا تعرضت للاعتداء. كتقول له باللي ما يمكنش حيت نهار كامل وهي حدانا. اندري كيقول لها انا شك في دانيال وغادي نوكل محامي وندعيه. كيجي دانيال وكاين فيه هادشي كامل وكيقول ليه كالينكا كنت كنعتبرها بحال بنتي ما يمكنش ناديها. من بعد عام اندري والمحامي ديالو ما كيديروا حتى تقدم في القضيه، والسلطات ديال المانيا كتكون رافضه ترجع تحقق في الموضوع. هنا كيقرروا انهم يفرقوا منشورات فيها القصه ديال كالينكا كامله وكينتقد فيها الحكومه ديال المانيا حيت ما بغاش تتعاون معاه. كيشدوه البوليس وكيطلبوا منه ما يوليش يدخل لالمانيا ولا يجبد هذا الموضوع ديال بنته ولا غادي يسجنوه. من بعد وقت طويل في البحث، اندري كيلقى محكمه في فرنسا كتهتم بالقضايا ديال الفرنسيين في الخارج، وكيطلب منهم التدخل في القضيه وفعلا كيوافقوا يساعدوه. المحكمه كتستدعي دانيال ومراته جوليا باش يدليو بالشهاده ديالهم، ولكن الصدمه هو انهم كيرفضوا، وهذا الشيء هو اللي كيزيد يخلي القضيه غامضه بزاف. علاش حتى الام ما بغاتش تتعاون باش يبان حق بنتها؟ المحامي كيطلب من المحكمه باش يخرجوا الجثه ويعاودوا يفحصوها بتكنولوجيا جديده، والصدمه هي في الفحص كيكتشفوا ان الجهاز التناسلي ديال كالينكا كامل ما كاينش وتحيد بطريقه طبيه. اندري كيتقهر بزاف وكيعرف ان الطبيب هو اللي دار هذا الشيء باش يخفي الادله. ومن بعد 3 سنين وبالضبط في 1988 المحكمه في المانيا كتوافق انها تعطي العينات الاوليه ديال الفحص للمحكمه في فرنسا، اللي كيلقاو فيهم ان كالينكا ماتت باختناق بسبب شوكه ولكن ما عرفوش ديالاش. هنا كيولي الطبيب هو المتهم الرئيسي في القضيه. كترجع جوليا بعد ما طلقات من الطبيب الفرنسا وكيشدوها البوليس باش ياخذوا الاقوال ديالها، ولكن هي ما كتقول حتى شي حاجه خايبه على الطبيب. واخيرا في عام 1995 المحكمه في فرنسا كتعلن ان الدكتور متهم بالاغتصاب والقتل وكتحكم عليه ب 15 عام وكدير مذكره اعتقال في حقه. كنشوفوا اندري هو فرحان مع عائلته بهذا الانجاز وكيقول انه واخا هكاك ما غيرتاحش حتى يشوف دانيال في الحبس. كدوز مده طويله ولحد الان كتكون السلطات في المانيا رافضين يشدوا ولا يسلموا الطبيب لفرنسا. كيدوز الوقت
الوقت واندري كتصوني عليه صحفيه في المانيا وكتبغي تسولو اسئله على دانيال حيت كتكتب عليه مقال. وعلاش كتكتب عليه؟ حيت دانيال كيكون تشد في الحبس بتهمه الاعتداء على بنت في عمرها 16 عام. في المحكمه البنت كتقول باللي مشات عند الطبيب للعياده وضرب لها شوكه باش يعالجها، ولكن من بعد شويه ما بقاتش كتحرك وكيدخل عليها الدكتور وبدا كيتعدى عليها. اندري غير كيسمع هاد الهضره كيبدا يتخيل بنته وشنو وقع عليها، وللاسف المحكمه كتحكم عليه غير بكفاله وكتمنعو يمارس الطب بحياته كامله. كنشوفوا جوليا وهي كتسمع الكوارث اللي دار دانيال في حياته، كتندم بزاف حيت دخلته لحياه ولادها. بعد ايام كيعرف اندري ان دانيال ضروري غيخرج من المانيا باش يقدر يخدم مره اخرى، وهنا كتجي الفكره انه يمشي مباشره يدور على مراكز الحدوديه ديال الدول اللي في حدود مع المانيا وكيعطيهم امر الاعتقال اللي خرجته المحكمه في فرنسا. وبالفعل في 1998 كيتشد الطبيب في النمسا، ولكن الفرحه ديال اندري ما كتكملش حيت السلطات في المانيا كطالب النمسا باش يطلقوا دانيال ويرجعوه، وداك الشيء اللي كيوقع. وهنا المحامي اللي كان كيعاون اندري غيتخلى عليه حيت شاف ان القضيه ما بقى فيها حتى امل. اندري كيشوف انه غير كان كيضيع وقته في هادشي ديال المحاكم وكيخرج من الخدمه وكيبيع دارو في فرنسا وكيسافر مباشره للنمسا باش يقلب على الطبيب وكيبقى كيقلب عليه سنين. وفي 2006 كيسمع انه شدوا الطبيب بتهمه ديال ممارسه الطب وخا هو ممنوع منه. كيتسناه اندري ايام حتى كيخرج من السجن وكيتبعو باش يشوف فين ساكن. الطبيب دانيال كيواجه اندري وكيقول ليه واش غتبقى تابعني حياتك كامله، وبنبره ديال التحدي كيقول له اندري عمري غنسمح في حق بنتي وما غنتهنى حتى نشوفك في الحبس. من بعد سنوات ديال المطارده اندري كياخذ قرار خطير وكيمشي يكلف رجال باش يخطفوا الطبيب ويجيبوه لفرنسا. واخيرا دانيال كيوصل لفرنسا والمحاكمه كتبدا. في المحكمه كنعرفوا ان الطبيب فايت مرفوعين عليه شكايات اعتداء كثيره، والبنات كاملين كيقولوا نفس القصه ديال الشوكه. وفي الاخير كيتحكم على الطبيب دانيال ب 15 عام ديال السجن. في النهايه ديال الفيلم كنشوفوا اندري واقف قدام قبر بنته وهز الورد وعينيه عامرين بالحزن وكيقول لها واخا كاع السنين اللي ضاعت انا وفيت بالوعد ديالي وجبت لك حقك، ودابا كون كنتي عايشه كان غيكون عندك 44 عام وعايشه حياه سعيده مع ولادك. توحشتك بزاف كالينكا.